من شويه. لا يوجد في مصر قاض مسيس. نعم. لا يوجد في مصر قاض مسيس. نعم. ولا يوجد في مصر قاض يحكمه غير ضميره. نعم. وقضاة مصر العالم كله يشهد له. هذه واحدة. الثانية أن كان يمكن أن نطلق ذلك الذي تقول مجازا وتجاوزا إذا كان الأمر يتعلق بسلطة تقديرية لدى القاضي. لكن لما يجي نص يقول له لا يجوز يبقى لازم يفرج عنه. إنما لو قال له من الممكن أو حسبما ترى المحكمة أو سلطة تقديرية للمحكمة نبقى نتكلم في الكلام ده. لكن لما النص يقول له لا يجوز نص واضح يعني يبقى هو بيعمل النص القانون ولا يستطيع أن يحيد عنه. وبعدين الحكم الذي صدر اليوم بقبول التظلم بشكل وفي الموضوع لإخلاء السبيل هو نعم. في حقيقته متعلق بدعوة واحدة لا ينصرف إلى سواها. ولذلك لا أعلم معالي النائب العام أنه هناك قضية أخرى الرئيس السابق محبوس على ذمتها، وأعلن جهاز الكسب غير المشروع أن هناك قضية كسب غير مشروع هو محبوس. طب وقضية الكسب دي برضو هيبقى ليها في قانون الإجراءات الجنائية فترة زمنية معينة؟ يعني لو قلنا إن خلال 6-7 شهور تانيين ممكن الراجل ياخد إفراج منها ويطلع؟ لا، ما هو المسألة الإجرائية اللي ما حدش فاهمها إنه إذا اتهم شخص وحبس احتياطيا ثم صار اتهامي في قضية أخرى فتقرر حبسه احتياطيا، لا يبدأ الحبس الاحتياطي في الجريمة الثانية إلا بعد انتهاء الحبس الاحتياطي في الجريمة الأولى. تمام. فلو قلنا أن هناك 3 قضايا خاصة بالرئيس السابق وأنا لا أعرف طبعا العدد، إذا قلنا في 3 يبقى في أول قضية أول واحدة 18 شهر، ثم يبدأ في الثانية عندما ينتهي الحبس الاحتياطي في الأولى 18 شهر، ثم يبدأ في الثالثة عندما تنتهي الثانية 18 شهر. تمام. يعني ال 18 شهر حاكمة لدعوة متفردة وليست حاكمة لجميع الدعاوى. تمام. بشكرك جدا الأستاذ مستشار الكبير جميل سعيد المحامي، معايا برضو على